ما ينفعش في يوم وليله لعيب يصحى من النوم يحس ان هو عايز يروح يلعب في فريق تاني فيغير التيشيرت ويروح على هناك. نفس الفكره بالظبط، ما ينفعش لما الحكم يقول قرار ما عجبكش تمسكه تضربه، وبرضه ما ينفعش فريق ما يدفعش فلوس للمدرب بتاعه. وقوانين زي دي كتير بتحكم اللعبه. تنظيم العلاقة ممكن يكون برضه بطرق غير رسمية زي العرف المتبع، الأخلاقيات العامة، القيم والمبادئ. صالح سليم الله يرحمه لما كان رئيس النادي الأهلي ما كانش حاطط قوانين معينة الناس تمشي عليها، بس احترامه للمبادئ دي أجبر الناس كلها إنها تتبع الأخلاقيات دي من غير ما تكون في رسميات أو قانون مكتوب. نفس الفكرة برضه بين لاعيبة الفريق الواحد، لو مفيش تعاون وروح فريق عمرهم ما هيكسبوا. العلاقات دي برضو ممكن تتنظم بطرق رسمية زي اللوائح والقوانين اللي بيقررها اتحاد الكورة، العقود اللي بيمضيها اللعيبة مع النوادي، وكيانات موجودة على الأرض زي الفيفا اللي بتنظم قوانين الكورة في العالم كله. في أي نشاط اقتصادي برضو تنظيم العلاقة بين الأفراد والكيانات بتبقى بطريقتين، يا رسمية يا غير رسمية. رسمية سواء عن طريق قوانين زي العقود اللي بيمضيها اللعيبة أو الكيانات المؤسسية زي البنك والنادي والفيفا، أو غير رسمية قائمة على القيم والأخلاق زي عند أي واحد في عيلته.